1100 جنيه دعما لمدة 3 شهور. التضامن تزف خبرا سارا لهؤلاء الأشخاص. أهلا بكم. أكدت الإعلامية هبة ماهر أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت صرف 600 جنيه دعما نقديا و500 جنيه عينيا لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات، وأضافت أن هذا الملف من الملفات المهمة التي اهتمت به الدولة في ظل دعم المرأة، ولفتت أن هناك جهود كبيرة لتمكين المرأة في ملفات كثيرة منها الرائدات الاجتماعيات، وأن هناك توعية كبيرة للسيدات عن الأمراض التي يعانون منها. وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لوضع التجهيزات اللازمة للبدء في صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بداية من شهر أكتوبر 2023، حيث أن موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة 15% للدعم النقدي الشهري ومعاش تكافل وكرامة يبحث عن 5 مليون أسرة للمستحقين للمعاش. كما تستقبل لجنة التظلمات جميع الشكاوي المقدمة من المواطنين وفحصها بسبب الإيقاف أو حل هذه المشكلات. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البدء في صرف زيادة معاش تكافل وكرامة من شهر أكتوبر 2023 وذلك ل 22 مليون مستفيد. وترأست نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف. ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصت على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين. ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستفيدي معاش تكافل وكرامة، بالإضافة لرفع نسبة حد الإعفاء الضريبي. وأوضحت أن هذه الزيادة معاش تكافل وكرامة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% واللي أقرها رئيس الجمهورية في مارس الماضي لمستفيد الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة حتى الآن 40% خلال العام الحالي. وأكدت أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، انطلاقا من تبني وزارة التضامن الاجتماعي لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حتى بلغ إجمالي قيمة المخصصات المالية اللي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه.